في البرزنتيشن دي حابب اتكلم عن ليه البرفورمانس ماركتنج اوقات كتير مش بيكون افضل حل، او لوحده ممكن يكون مضر لشركات كتير، خاصة على المدى الطويل. في السلايد اللي قدامنا دي اللي صادرة عن ريبورت من The B2B Institute، هو انستيتوت تابع للينكدين. في زي scientific law الماركتينج، وهو حاجة أصبحت مشهورة الفترة الأخيرة. فكرة إن 95% من السوق مش مهتم بالمنتج بتاعي أو بتاع المنافسين بتوعي في الفترة الحالية. بمعنى إن في 5% بس من الناس هتكون مهتمة إنها تشتري مني أو من غيري في نفس الكاتيجوري. وده معناه إن لو أنا بصرف الميزانية بتاعتي على ال5% دول بس، واللي هو بيبقى يعني علشانها بنعمل شغل performance marketing، لان التارجتنج ليها بيكون conversion focused. لو انا عاوز هبيع له باوفر بقى او باي حاجة تانية. فانا بديديكيت 100% of my marketing budget ل 5% بس من الاودينس بتوعي. وده ليه اخطار خاصة بتظهر على المدى الطويل في عمر الشركات. من الاخطار دي فكرة ان تكلفة ان انا اكسب عميل جديد بتكون اعلى. ليه؟ السبب الاساسي هي فكرة، طبعا الناس عارفة ان الاوكشنز اللي بتتعمل في الديجيتال ادفرتايزنج بلاتفورمز بتكون بيزد اون هل المنافسة عالية على الليد ده او لا. فمثلا لما كل المنافسين اللي موجودين في الكاتيجوري يكونوا بيتنافسوا على 5% بس من الناس اللي ممكن يشتروا منهم، طبعا الكوست بتاعت الاكوزيشن بتزيد. طيب، تاني حاجة هي فكرة ان التركيز على العوائد مش على تحقيق الاهداف. ده معناه ايه؟ معناه ان احنا لما بنيجي نشتغل بيرفورمانس بنبقى مركزين على الريتيرن اون اد انفستمنت او ريتيرن اون سبند، ان كان احنا مركزين انا صرفت كام وجبت كام قصاد اللي انا صرفته ده، وده شيء بيبان منطقي. لكن انا مش ببقى مركز على تحقيق الاهداف. يعني مثلا لو انا شركة، علشان ابقى بنمو بشكل متزايد محتاج احقق 30 مليون، تمام. بس انا حققت السنة دي 5 مليون مقابل ان انا صرفت 100 الف بس. فاللي انا صرفته مقابل اللي انا جبته هي حاجة عظيمة. بس هل انا وصلت لهدفي؟ هل انا يعني حققت النمو المطلوب علشان شركتي توصل للحتة اللي هي محتاجة توصل لها؟ ما حصلش. فلما بنبقى مركزين بشكل اساسي على البرفورمانس ماركتنج، الاهداف الاساسيه للبيزنس اوقات كتير ما بتبقاش محطوطه في الاعتبار. طيب، تالت حاجه هي فكره ان احنا بنحتاج للعروض اكتر علشان نعلي من البرفورمانس. طبعا مفهوم ان لو انا رايح ابيع لحد ما يعرفش عني حاجه، واول احتكاك بيني وبينه هو اني بقول له والله بص انا محتاجك تشتري مني المنتج ده، لازم ابقى بديله incentives علشان يعمل ده. وفي الحالة لما بنكون شغالين performance في الاساس بس، بتبقى ان انا اوفر ديسكاونتس او بقى احاول احسبها بشكل ما علشان خاطر الناس تبقى بتشتري مني مش من غيري، لان هو حرفيا ما عندوش اي سبب تاني يخليه يشتري مني غير ان السعر الطف او البرودكت بتاعي جامد جدا. بس برضه هحتاج ان انا اديله انسنتيفز في السعر. ومفهوم برضو عند الناس اللي فاهمة تسويق ان الديسكاونتس مش احسن حاجة في تحقيق المبيعات. يعني انا لو معتمد في البيزنس بتاعي على ان انا ابيع بس بديسكاونت، فايتس تو ريسكي، واوقات كتير مش بتكون profitable خاصة على المدى الطويل، لان انا ببيلد كونسومر بيهيفير عند الناس انها ما تشتريش مني من غير ديسكاونت. يعني مثلا لو انت بتبيع ملابس وانا اتعودت ان انا بشتري منك 2 pieces بسعر بيس واحدة لمدة سنة، وجيت مرة واحدة لقيتني انت وقفت الاوفرز، و انا بقيت دلوقتي محتاج مطالب ان انا اشتري نفس البيس اللي كنت باخد قصادها 2، اشتري واحدة بس بنفس السعر. فطبعا دي حاجة مش هستلطفها خالص، وهيبقى فيه بارير واسع ما بيني وما بين ان انا اشتري من الناس دي تاني. فالاوفرز برضو من الحاجات اللي الافكت بتاعها بيبان قوي النيجاتيفيتي بتاعته على المدى الطويل.
طيب رابع حاجة هي فكرة تسليع المنتج او الخدمة. لما الكاتيجوري كلها بتشتغل بيرفورمانس، يعني لو احنا 20 كومبيتيتور في نفس الكاتيجوري كلنا شغالين بيرفورمانس، ده بيكون ليه اثر سلبي على كل المنافسين في الكاتيجوري، وهو ان احنا بنسلع المنتجات بتاعتنا، ما بيبقاش فيه حاجات مميزة، والكومبيتيشن بتبقى على السعر. فبالتالي اللي سعره اقل واللي بيعمل اوفرز اكتر واللي بيعمل اعلانات بيرفورمانس احلى، طبعا يعني احنا ما بنقللش خالص من قيمة البيرفورمانس كامبينز، بس انا بتكلم على الاثار السلبية لفكرة ان احنا نبقى شغالين اكسكلوسيفلي بيرفورمانس. ده بيؤدي لتسليع المنتج وتسليع الكاتيجوري كلها، وده بيعود بالسلب على كل المنافسين، وبتبقى الكومبيتيشن to the bottom مش to the top، يعني ما بتبقاش كومبيتيشن لفوق، بتبقى كومبيتيشن لتحت. طيب انا محتاج اعمل ايه علشان خاطر اعالج المشكلة دي؟ محتاج اعمل حاجتين. اول حاجة محتاج اخد نصيبي من ال5%، محتاج اعمل اعلانات بيرفورمانس عادي جدا، بس احطها في صورتها الطبيعية، ان انا باخد البروفيتس بتاعتي او الشير بتاعتي من ال5% الان ماركت دلوقتي، ومحتاج ازود حصتي من ال95% اللي هم فيوتشر كاستمرز. تمام. كان في مثال بيديه ماركتنج بروفيسور اسمه بايرن شارب، ان ال95% دي انا بزرع، وال5% انا بحصد. فانا محتاج ابقى في communication way حاصل، او يعني في بحط في اعتباري ومن الماركتنج بادجت بتاعتي ان انا communicate مع ال95% دول بشكل ما. طيب ده طالع من ريسيرش برضو عاملينه ناس اسمهم ليس بنت وبيتر فيلد. ده ريسيرش مشهور جدا من كتاب اسمه The Long and the Short of It. لو احنا بصينا على الجراف هنا هنلاقي ان السبايكس اللي هي الصفرة دي الشورت تيرم سبايكس للبرفورمانس كامبينز. هنلاقي ان هي مش بتحصل بشكل تصاعدي، هي سبايكس متساوية، وده اللي نقصده لما بنتكلم على ان احنا بنأكواير تقريبا نفس الشير من ال5%، في حين ان السبايكس اللي بالبرتقاني دي هي حاصلة بسبب ان احنا عاملين براند بيلدينج كامبينز، ودي بتحصل بشكل تصاعدي. طيب علشان ازود الحصة المستقبلية بتاعتي اللي هم ال95%، انا محتاج اكون توب اوف مايند في مناسبات البيع المختلفة اللي بتسمى في الماركتنج ساينس بالكاتيجوري انتري بوينتس. طيب علشان اعمل ده انا محتاج اكون باني براند قوي، لان انا مش هكون توب اوف مايند والناس اصلا مش عارفاني. لازم يعرفوني ويعرفوني باشياء معينة خاصة بيا، والحاجات المعينة الخاصة بيا دي تكون appealing او تكون coherent بالنسبة لهم، في كاركتر معينة بتظهر في دماغهم لما بيفكروا في البراند بتاعي، وده بيحتاج ان انا يبقى عندي براند قوي. طيب تعال نشوف مع بعض ايه هي المكاسب المادية لان انا يكون عندي براند قوي، علشان لو هانفست في حاجة زي كده ابقى بانفست بعقل وبارقام، مش اكون يعني بعمل الموضوع كده علشان انا محتاج يبقى عندي براند قوي وخلاص. في السلايد دي، السلايدز اللي جايه كلها هي انا جايبها من مقال لتوم روتش، هو كان بيتكلم فيه على البراند فاليو. هنا في السلايد دي بيتكلم على ان البراندات القويه بيبقى عندها فرصه انها تتشارج برايس بريميوم او سعر بريميوم بدرجه 13% اعلى من البراندات التانية. في السلايد دي برضو في ريسيرش معمول من ميلورد براون بيقول ان البراندات القوية عندها فرصة 3 أضعاف فرصة البراندات التانية انها تحقق مبيعات اعلى. وفي السلايد دي بيقول ان البراندات القوية عندها فرصة للنمو 4 أضعاف البراندات التانية. ماشي. طيب علشان ابقى عندي براند قوي، لو انا اقتنعت بالحاجات اللي احنا لسه ذاكرينها وبالداتا اللي جايبينها من اكتر من ريسيرش، اقتنعت خلاص ان انا عاوز يبقى عندي براند قوي، ايه هي الحاجات اللي انا المفروض اعملها؟ في الواقع يعني هي حاجات كتير جدا جدا جدا، مينفعش تحصر في بريزنتيشن زي دي، بس انا هتكلم على ال3 حاجات اللي مناسبة للسياق اللي احنا بنتكلم فيه، سياق البرفورمانس كامبينز والبراند كامبينز وما الى ذلك. فاول حاجة هي فكرة ان انا يبقى عندي distinctive brand assets.
طيب الترم ممكن يكون غريب شوية، فتعال نشوف له definition نقدر نفهمه من خلاله. definition هنا بيقول ان a distinctive brand asset is a non-brand name element that brings your brand to people's minds. هنا ببساطة بيقول ان ال distinctive brand asset دي هي اصل من اصول البراند بتاعي، بس مش البراند نيم، مش اسم البراند. لما الناس بتحتك بيها باي شكل من الاشكال بتفتكر البراند بتاعي، سواء بقى بتشمها، بتسمعها، بتلمسها، ايا كان الاصل ده هيئته ايه. طيب تعالى ناخد امثله عشان نفهم من خلالها اكتر ايه هو الديستنكتيف براند اسيتس. طبعا في شويه حاجات من الموجوده في السلايد هنا الناس هتبقى عارفاها، زي السواش بتاعت نايكي، الدايرتين بتوع ماستر كاردز وما الى ذلك، ازازه كوكاكولا، M&M's. كل الحاجات دي تعتبر distinctive brand assets. البراندات دي بتمتلكها كأصول علشان الناس لما تحتك معاها تفتكر البراند بتاعهم. في السلايد دي في distinctive assets grid، وده جريد اظن مصدره الدكتورة جيني اللي هي صاحبة كتاب building distinctive brand assets، وهو بيتكلم ببساطة ان في 4 احوال للdistinctive brand assets. وده متقسم على 2 verdicts، الفيردكت بتاع اليونيكنس والفيردكت بتاع الفيم. يونيكنس التفرد، والفيم اللي هو الشهرة. طيب في حاجات بتكون من البراند اسيتس بتكون قليلة التفرد وقليلة الشهرة، دي اللي هي الكوادرنت اللي بالازرق اللي هو ignore or test. مادام هي حاجة يعني مش متفرد بيها وحاجة قليلة الشهرة، يبقى بشكل كبير انا هحتاج ان انا اتجاهلها وما استخدمهاش، او اعمل لها تيستنج علشان اشوف هل فيها بوتنشال ولا لا. طيب لو حاجة التفرد بتاعها عالي بس الشهرة بتاعتها قليلة، فدي طبعا بتكون فرصة استثمارية ليا كبراند ان انا امتلكها، انا كده ممتلكها بشكل كبير، بس ان انا اشهرها واتشهر بيها. طيب لو مستوى التفرد قليل بس مستوى الشهرة عالي، ده مثال ينطبق بشدة على الممثلين. يعني الممثل بيكون مشهور قوي بس ما اقدرش امتلكه كشركة او كبراند ان هو يكون جزء من الاصول بتاعتي. لو هستخدم اصل من اصول البراند والاصل ده مش انا مش بتفرد بيه بشكل كبير، ما استخدموش لوحده. وده الكوادرنت الاحمر اللي هو avoid solo use. الكوادرنت الاخضر اللي هو use or lose، ده هو الكوادرنت اللي انا عاوز كل الاصول بتاعت البراند بتاعتي تكون فيه. وده بيتميز بان بيبقى فيه تفرد بنسبة كبيرة، بنسبة 100%، وشهرة بنسبة 100%. طيب هنشوف دلوقتي شوية ارقام برضو متعلقة بفكرة الديستنكتيف براند اسيتس عشان تبقى عارف لو انت هتستثمر في حاجة زي كده تعمل ده ليه. فمن ده ريسيرش لسه طالع قريب جدا. في السلايد اللي قدامنا بيتكلم على ان 85% من الماركتينج بادجت اللي هم قدروها يعني عالميا ب4.7 تريليون دولار، 85% من الرقم ده مش بيتصرف على كومز فيها distinctive brand assets واضحة. وده بيضيع فرصة بناء assets كبيرة جدا جدا جدا. فبنطلع كومز كتير بس ما بنبنيش فيها distinctive brand assets، وده بيخسرنا فرصة كبيرة ان احنا نقوي البراند بتاعنا. طيب في السلايد دي بنشوف ان البراندز اللي عندها consistency في الامبلويمنت او في توظيف الديستنكتيف براند اسيتس بتاعتها عندها احتماليه ان هي تحقق ارباح اعلى بنسبه 23%. وفي السلايد دي بنشوف ان وجود ديستنكتيف براند اسيتس في الكومز بتاعتك ده بيعلي احتماليه جذب الانتباه بنسبه 34% مقارنه ب3% لو الاصول اللي هي المباشره بتاعتك موجوده زي مثلا البراند نيم. تاني حاجة حابب اتكلم عنها واللي هتكون بتساعدك بشكل كبير في ان انت تبني براند قوي هي الكاتيجوري انتري بوينتس. تعال نشوف لها تعريف برضو زي ما عملنا مع distinctive brand assets. هنا برضو في ريسيرش من the B2B Institute بيقول ان الكاتيجوري entry points are the cues that category buyers use to access their memories when faced with a buying situation. يعني الكاتيجوري انتري بوينتس هي الحاجات اللي الناس بتستخدمها علشان تفتكر الكاتيجوري لما تيجي تشتري منها. طيب في الفريم ورك اللي قدامنا ده نموذج عاملينه الدكتور بيرن شارب والدكتورة جيني برضو في كتاب هاو براندز جرو الجزء الثاني، وهو بيتكون من اسئله بسيطه بنطرحها علشان نقدر نحدد
الكاتيجوري انتري بوينتس دي، وازاي نقدر نربط نفسنا كبراند بيها في اذهنة الناس. هنا مثال لكوكاكولا وبيبسي وكاتيجوري انتري بوينتس. طبعا هما الاتنين مرتبطين باغلب الكاتيجوري بوينتس اللي في السلايد، بس كل براند منهم مرتبط بحاجات اكتر من حاجات تانية، او بيجي الاول في اذهنة الناس عن البراند التاني في مواقف معينة. وبرضو في السلايد دي في امثلة على مشروبات غازية والبرفورمانس بتاعها في كل كاتيجوري بوينت. وفي السلايد دي بنشوف ان احنا نقدر نحدد للبراند بتاعنا الكاتيجوري بوينتس المهمة بالنسبة لنا، وندي لنفسنا سكور في كل واحدة منها. واخر حاجة هتكلم عنها هي البراند كامبينز. احنا اتكلمنا في اول البرزنتيشن على ان احنا محتاجين نقرن البرفورمانس كامبينز ببراند كامبينز، وان البرفورمانس كامبينز لوحدها ممكن تكون بتسبب مشكلة كبيرة. وحتى لما اتكلمنا على الكاتيجوري انتري بوينتس وديستنكتيف براند اسيتس، كان قصدنا من الكلام ده ان احنا نستخدم الحاجات دي ونوظفها في براند كامبينز ناجحة. طيب يعني هو هيبان بيسك شوية، بس احنا محتاجين نعرف ايه هو البراند اصلا علشان نفهم فايدة البراند كامبينز في اللايف سايكل بتاعت البراند. والديفينيشن يعني كروكي كده اللي انا مكونه هو ان a brand is a mental network of feelings and associations. ويعني ببساطة ده معناه ان البراند هو شبكة من المشاعر والافكار اللي بتكون موجود في اذهنة الناس. وده معناه ببساطة ان كل ما الشبكة دي بتكون اقوى، كل ما حضور البراند نقدر نقول العقل الجمعي للمجتمع بتاعنا بيكون اقوى. بمعنى ان كل ما الشبكة دي تبقى اقوى في اذهان كل واحد فينا من المجتمع، كل ما حضور البراند ده بين اعضاء المجتمع ده بيكون اقوى. في السلايد اللي قدامنا دي واخدين صورتين في ريسيرش لواحد بيشوف براند هو بيحبه، وبيشوف براندات عادية، او يعني كان بيكسبلور اوبشنز جديدة بالنسبة له. فاللي بالاخضر او الالوان اللي هي من عند اخضر اصفر احمر وما الى ذلك، هي بتدل على نشاط اعلى من نشاط ذهني اعلى، والازرق بيدل على نشاط ذهني اقل. لما سألوا الناس انهي واحدة فيهم بتدل على الصورة الذهنية للبراند اللي كان بيحبه، الناس اغلبها قالوا هي الصورة اللي على الشمال، لان هو عشان بيحب البراند ده فذهنه بقى هيكون فيه افكار كتير وتجارب ومشاعر وما الى ذلك. بس في الحقيقة الصورة اللي على اليمين اللي هي فيها نشاط ذهني اقل بكتير، هي دي الصورة بتاعت الكونسومشن بتاع البراند المحبوب او الفيفوربل براند للشخص. وتفسير ده هو ان البراندز بالنسبة لنا هي شورت كاتس. البراندز بتخلينا نعرف نعمل اختيارات شرائية بدون مجهود ذهني كبير. فمش معنى ان انا بحب البراند ان انا لما هشوفه هقعد افكر فيه. بالعكس، وانا لما بشوف براند انا بحبه انا مش بفكر اصلا وبختاره على طول. وهي دي الفكرة اصلا ورا ان احنا يبقى عندنا براندات، لانها بتسهل على الناس شراء المنتجات بثقة وبدون خوف، لان هم عندهم expectations من البراند ده صعب قوي ان هي يعني تبقى اقل من المتوقع. ولو في براند بيديليفر اقل من المتوقع لمدة زمنية طويلة، البراند ده بيبقى عرضة للانهيار بشكل كبير. طيب تعال نشوف ببساطة الفاكتورز اللي بتبقى مؤثرة في البراند كامبينز، ومفروض ان احنا نبقى بنستهدفها او بنحاول نوصلها واحنا شغالين على اي براند كامبين. اول حاجة هي ان احنا نفهم ان اعلانات البراندات المفروض ان هدفها انها تبني سمعة. من الحاجات اللي انا مقتنع بيها جدا فكرة ان اعلانات البراندات هدفها انها تشهر البراندات دي وتخليها جزء لا يتجزأ من المجتمع اللي احنا عايشين فيه. علشان نعمل كده احنا محتاجين نبني للبراند اللي شغالين عليه سمعة. السمعة دي تكون معروفة في وسط اعضاء المجتمع ده، ويكونوا بيتشاركوها ما بينهم. لو انا هشتري من براند وانا في القاهرة، زي اللي هيشتري من براند في الغربية، في المنوفية، في الفيوم، ايا كان، السمعة بتاعت البراند دي بتعم او بتسود في المجتمع وبتبقى معروفة عنه بشكل كبير. تاني حاجة هي ان نجاح البراند كامبينز بيعتمد على الانتشار أس إبداع. يعني ايه الانتشار أس إبداع؟ يعني ان واحد من العوامل الأساسية ان ما كانش اهم عامل في نجاح البراند كامبينز هو ان الريتش بتاعها يبقى كبير.
هنا احنا مش بنقيم فور فريكوينسي، احنا بنقيم فور ريتش. بمعنى ان انا عاوز كل الناس تشوف البراند، كل الناس تعرف البراند، عاوز الناس تتكلم على البراند ده بينهم وبين بعض. وهنا بيظهر واحدة من اهم المغالطات اللي الناس اللي دخلت ديجيتال ماركتنج في البداية زي كانت مصدقاها. فكرة ان انا لما بعمل اعلان على التلفزيون وبيشوفوا ناس كتير ومش تارجتد وبتاع، فانا كده اصلا بضيع فلوس. ده مش حقيقي. والواقع ان التضييع ده هو جزء لا يتجزأ من نجاح اي براند كامبين. انا بحتاج ان يشوف الاعلان بتاعي ناس كتيرة، ومنهم ناس مش بتشتري البراند بتاعي، علشان اخلق حالة اجتماعية تكون بتساعد في بناء سمعة البراند بتاعي. والسبب اللي بيخلي الابداع هو عامل مضاعف للانتشار واثره هي فكرة ان احنا كبني ادمين بنميل للحاجة الابداعية بصفة عامة. فلو انا عملت اعلان منطقي بحت، فجيت قلت لك والله اشتري المنتج ده علشان 1 2 3 4، انا مش هكون منجذب لده خالص حتى لو الاسباب دي منطقية. في حين ان انت لو جيت عرضت لي نفس الاعلان ونفس الريزنز تو باي بشكل ابداعي اكتر، ده هيكون ادعى لان انا اتفرج على الاعلان وابقى مهتم جدا بالمنتج بتاعه. طيب حاجة كمان من الحاجات اللي بنحتاج نحطها في الاعتبار واحنا بنبني براند قوي هي فكرة الكاركتر بتاعت البراند. اي براند قوي في الدنيا ليه شخصية واضحة وصريحة، والناس بتبقى عارفاها وعارفة ان البراند ده يصدر منه الفعل الفلاني والبراند ده يصدر منه الفعل العلاني، لان هي كاركتر واضحة ومستمرة بشكل كبير على مدى السنين. افتكر نايكي من فترة كانت عملت كامبين وكان عليه لغط كبير قوي، وناس طلعت من امريكا ولعت في الشوز بتاعت نايكي وما الى ذلك. بس بعد كده بفترة السيلز بتاعت نايكي يعني سكاي روكتد، او يعني عليت جامد. وكان من احد الاسباب في الزياده دي الكامبين اللي عملوه. الكامبين ده زعل ناس بس بسط ناس تانية كتير. وعلشان البراند بتاعي يبقى ليه كاركتر، انا بحتاج اني ابقى فاهم كويس جدا ان بعض الناس مش هتبقى مبسوطه من الحاجات اللي انا بقدمها. لو كل الناس مبسوطه بشكل ما بالحاجات اللي انا بقدمها ومفيش اعتراض على حاجه انا بعملها، فانا كده ما عنديش كاركتر. انا بحاول ارضي الكل، وده مش طريق بناء اي براند قوي. طيب الحاجة الاخيرة هي ان البراندات القوية عندها استمرارية. بمعنى ان الكامبينز اللي انا ببنيها، انا بنشوف مثلا في رمضان، ودي حاجة في رأيي حاجة غلط جدا، ان كل سنة الشركة تطلع باعلان شكل هنا اقصد بفاليوز مختلفة وكاركتر مختلفة وبوزيشننج مختلف. كل سنة بنشوف حاجة مختلفة عن السنة اللي قبلها. دي مش كونسيستنسي، ودي مش بتبني براند خالص. البراند بيطلع كل سنة بإعلانات جديدة، بس بتبني على نفس الكاركتر اللي موجودة واللي احنا عارفينها. طيب من الأمثلة على نجاح فكرة ان انا اشتغل براند وبرفورمانس مع بعض هما اير بي ان بي كانت اشتغلت بيرفورمانس بس الفترة، وبعد كده دخلت في الميكس بتاعها براند كامبينز. بعد فترة حصل ريبورتنج من الشركة على البوزيتيف ريزلتس اللي هما شافوها لما دخلوا البراند كامبينز في الميكس بتاعهم.